نحن دائما ندعو للقوات الامنيه الله ينصرهم، بس يا ترى هل الدعاء كافي؟ ليش ما نقدم لهم افكار حلوه؟ عندنا اكثر من مليون عنصر امني، الدوله ما تقدر توفر لهم قناع وقايه ضد الغازات المثيره للدموع، الغازات الخانقه اللي يستخدمها داعش مرات. اكو طريقه سهله بسيطه راح نشرحها ونفيد القوات الامنيه بها، يعني وكل واحد هو قاعد يقدر يسوي قناع وقايه. ايش نحتاج؟ نحتاج بطل مال مي، نحتاج قاروره مثل هاي، انا شيشه مال عطر فرغتها وثقبتها من جوا، تقدر انت تستخدم اي شيء ثاني. تحتاج كتر موجود، تحتاج تيب، تحتاج قطن طبي، تحتاج خرطوم مثل هذا، شلون هذا يستخدمون باحواض السمك، السمك قول السمك. وتحتاج فحم مثل ما شوي او ما نرجيله، ماشي؟ يلا هسه خلينا نشتغل. طيب الان نجيب الكتر، هذا البطل ناخذ 4 اصابع منه، حلو؟ 4 اصابع. نجي نفتح الكتر، هذا كله راح اقص البطل منه على 4 اصابع. لاحظ البطل شلون صار؟ هسه نجي نسوي البطل من هنا نقصه بحرف ال، لاحظ من هنا تقصه حرف ال، حرف يو العفو، حرف يو. لاحظ شلون صار؟ لاحظ اخوان، شنو الغاية منه؟ إذا سمعوني شنو الغاية؟ إني حكمت الوجه، ماشي؟ هذا الخرطوم اللي قلنا عليه، شنو الغاية من الخرطوم؟ الخرطوم راح أقصه أخليه هنا بالداير، حتى من تدخل القناع على وجهك ما يضايقك إذا انجرحت في العراق. لاحظ شلون فتحت الخرطوم؟ لاحظ حبيبي؟ بهاي الصورة راح يقعد بالحواف مال البطل حتى تصير شغله مرتبه. بعد ما قصيت الخرطوم بهاي الطريقه، لاحظ فتحته بهاي الطريقه، شوف سويت 2، واحد راح يكون على الجوانب وواحد راح يكون فوق. لاحظ. هسه نجيب هاي القطعه اللي قلنا فوق نخليها، ايضا فتحناها بهاي الصورة. لاحظ شلون صار؟ نرجع وين للقارورة اللي جبناها، نجيب القطن، لاحظ خلينا قطن، شو راح نخلي؟ راح نخلي الفحم. ترجع تخلي قطن مرة ثانية. هسه دخل البطل وين؟ بالقارورة اللي خلينا بيها فحم وخلينا بيها قطن. هاي الصندات لفيتها بتيب حتى ما توقع، انت شوف شلون تثبتها بعد. احنا التيب جبناه لغاية شنو؟ الغاية منه نلف البطل، لاحظ حتى يصير محكم وما يتحرك بعد وما يدخل هواء من برا. هسه القناع كمل، يمر الهواء على الفحم، على القطن، على الفحم، على القطن، يكسر الجزيئات مال الغاز السام. هذا القناع كمل.
ماكو اي شيء بعد. هذا هو. يجي شخص يسالني يقول زين انا ما كنت لابس القناع وتعرضت الغاز سام او مسيل للدموع، يعني اذا احد المقاتلين سالني العلاج الفوري هو لا حد يقول لك بيبسي ويكذب عليك، خمره ومي. تاخذ شيء وياك شيء اسمه الخمره. باي شخص صديقه قريب عليك تعرض الغاز خانق او مسيل للدموع، بمجرد ما تبخ بالبطل مي مخبوط ويا خمره على وجهه وبعينه، يعني حتى لو بحيده، فورا راح يشفى فورا، لان الخميره ايضا تكسر الجزيئات اللي موجوده راح تصير داخل العين واللي دخلت للرئه. يعني اذا تقدر شويه يشرب من المي عادي ماكو مشكله، راح تشفى فورا واي اختناق ماكو. هسه يجي شخص يقول انت منين جبت هاي الطريقه ومن يقول هاي الطريقه ناجحه؟ اي ادري راح تكتبوها بالتعليقات. هاي الطريقه طبعا سنه ال50 بريطانيا انتجت الغازات الخانقه والغازات المسيله للدموع، استخدمتها ضد المتظاهرين حتى تقدر تفضل المظاهرات بشكل اسرع. فالمتظاهرين استخدموا هاي الطريقه. هاي الطريقه استخدموها بسيطه وسريعه، الغرض منه هو ان يستمرون بمظاهراتهم واحتجاجاتهم في سنه ال70. فاحنا من هاي الطريقه قدرنا نسوي هذا الشيء ونقدم القوات الامنيه. ماشي؟ ما يحتاج بعد نوضح شيء. شو وجهك تخربط؟ قلبك كلمه وتريدين تحكيها؟ حجتي؟ شلمتي ايش اكثر من هذا اللي حكيته؟ تفهم ما تفهم مشكلتك. وين يروح المطلوب لنا، وين يروح المطلوب لنا.